بصوا بقى، انا النهارده هعمل الاكله اللي بتفكرنا كلنا ببيت اهالينا. هعمل رز وفراخ وسبانخ وبسله. كده حمرت البصله ونزلت بالقوطه. بس انا عامله قوطه كتير لان انا بحب القوطه متسبكه عندي تكون كتير، لان ما بعوز طبخه ولا اعمل اي حاجه بتبقى جاهزه عندي. بس انا عامله ربع كيلو سبانخ لان أنا على قد انا وجوزي ومعايا طفلين. تمام. كده خلصت بقى القوطه، انا عامله 3 كيلو قوطه. بصوا تمام كده، وسلقت الفراخ هنا اهو. احنا ما بنحبش الصدور، فاحنا بناكل وراك انا وعيالي وجوزي وكده، ما بنحبش الصدور بتاعه الفراخ. وهنا كنت عملت البسله. عامه الخضار ده كله انا مفرزاه، لو عايزيني اقول لكم على الطريقه عرفوني. البسله والسبانخ كله متفرز عندي، حتى الطماطم متفرزه برضو. وهنا هو نزلت بالربع كيلو سبانخ. السبانخ انا بحط لها كزبره وشبت، بس ما بحبش البقدونس عليها. تمام. وهنا بقى نعمل الرز. انا عامله يعني حوالي مثلا اقل من نص كيلو رز، وحبة شعرية برضو كده صغننين. بحب الاكل يكون على قد، ومع ذلك بص الكمية مش كتير اهي، وبقى كتير قوي والله. عندي عيالي ما بياكلوش خالص. اه بس على قد انا وجوزي وكده. وهم بياكلوا ايه تناتيف كده بس. يلا الحمد لله، ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب. تمام. حمر بقى الشعرية. في ناس صحيح بتعمل الرز بالزيت. احنا عندنا بنعمله بالسمنة. انا بشوف ناس كتير قوي بيعملوه بزيت، بس الصراحه انا بحبه بالسمنه على زبده، لا اما سمنه بلدي لا اما سمنه علب عادي. انا بحب سمنه كريستال او جنه. مش عارفه انتوا بتعملوه ازاي، عرفوني بتعملوه بالزيت ولا بالسمنه. تمام. انزل بقى كده بالرز. والرز ده ما بيتغسلش. الرز ده انا جايباه نضيف وما بيتغسلش. واحسن لكم كلكم هاتوا الرز ده، هو مش غالي قوي يعني. الكيلو ب30 ب32. بس نضيف احسن من اللي ارخص من كده وبيتغسل وبيبقى كله نشا كده وكله حاجات غريبه، لكن ده حلو نضيف الصراحه. هنا بقى بحمر التومة. تمام. والتوم ده برضو مفرزاه. كله الاكله دي كلها برعايه الفريزر النهارده، حتى الفراخ متفرزه. الاكله دي بتفكرني ببيت امي قوي، كانت على طول امي تبقى عامله لنا الصينيه كده والمخلل بس اللي كان ناقص ملوخيه، بس انا ما عنديش ملوخيه في الفريزر النهارده. جربوها واعملوها، والصراحه احلى اكله ممكن تاكلوها في الشتاء. يلا اشوفكم على خير يا اخواتي. تصبحوا على الف خير ان شاء الله. باي.